السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم من جديد. تعالوا النهاردة نتعلم مع بعض بعد ما عملنا الجداول بتاعتنا في الداتابيز والمودلز، إزاي نستعمل الكلام ده ونظهره في التمبلتس. فلازم يعدي الموضوع الأول على الفيوز علشان نحط الفانكشنز بتاعتنا ونشوف احنا عاوزين نعمل ايه. طيب، تذكيرا بس احنا المرة في الفيديوهات اللي فاتت عملنا المودلز. بقى في عندنا 3 مودلز: كاتيجوري، بوست، وكومنت. الكومنت ده خاص بكل بوست. فتعالوا دلوقتي احنا عاوزين يبقى عندنا صفحة في الويب سايت بتاعنا بترجع لنا كل البوستس. تمام. طيب نعمل ده ازاي؟ هنروح على الفيوز وهنيجي هنا، عاوزين نعمل فانكشن علشان ترجع لنا كل البوستس. فنعمل فانكشن اسمها بوست ليست، هتاخد الريكوست اللي جاي والمفروض هترجع لنا تمبلت. ماشي، خلينا نرجع التمبلت الأول. turn render request ونسمي التمبلت post list .html. أنا الصفحة دي لسه مش موجودة عندي، لسه هنشأها. طيب بس أنا عاوز إيه اللي في الصفحة دي؟ أنا هكتب إيه؟ أنا مش عاوزها تبقى static، أنا عاوز أخليها دايناميك. عاوز كل ما نزود بوست جديد يظهر في الصفحة أوتوماتيك. فأنا عاوز أسترجع بيانات من الداتابيز. إزاي بنعمل ده؟ تعالوا نسترجع كل البيانات الخاصة بالبوستس في الداتابيز. إزاي بنستعمل ده؟ نجيب مثلا، نعمل متغير اسمه بوستس بيساوي الموديل اللي اسمه بوست، يبقى أنا لازم هنا استدعيه from .models import post dot objects dot all. انا كده استدعيت كل الاوبجكتس اللي موجودة في الموديل اللي اسمه البوست. ده هيجيب لي كل الصفوف وكل الاوبجكتس اللي عندي. خلاص كده انا استدعيته. ازاي بقى احطه هنا؟ في عندنا هنا طريقتين: يا اما بنفتح ديكشنري ونعمل الكي بتاعنا اسمه بوستس والفاليو هي المتغير بتاعنا اللي اسمه بوستس. الطريقة دي تمشي، وممكن تعمل ده في variable لوحده وتنقل الفاريبل هنا زي ما تحب. الموضوع في ايدك وبس، يعني طالما حاجة واحدة ممكن تتكتب هنا. انما لما يكون في عندنا كونتكست كتير، يستحسن ان انت تعملها في variable وتنقلها هنا. خلينا نعمل variable كده اسمه context بيساوي posts والقيمة بتاعته اسمها posts. تمام. وهنا بس بنكتب خد الفاريبل اللي اسمه context. انا كده لما هعمل لي ريندر للكونتكست كمان هقدر استعمل الكلام ده في تمبلت موجود. طيب تعالوا ننشئ اليو ار ال وبعد كده نعمل التمبلت على طول. انا عندي هنا فيوز، هنعمل باث نسميه list views dot post list. النيم بيساوي post list عشان نستدعيه في التمبلت. نيجي على التمبلت على البوست وهنعمل نيو فايل اسمه post list. انا بس في عندي هنا نسيت الكوما، فدي ممكن تعمل لنا مشكلة لو ضفنا يو ار ال جديد، خلينا قبل ما ننسى. طيب انا عندي التمبلت فاضية،
هعمل extends للبيز بتاعتنا. انا كده الصفحة عندي استدعيت البيز، وده البلوك كونتنت والاند بلوك علشان اكتب فيه هنا الكونتنت بتاعي. طيب احنا اتفقنا ان احنا لما نيجي نكتب بايثون جوه التمبلت لازم نحطها في تاجز. طيب انا دلوقتي عاوز ايه؟ عاوز اخلي التمبلت دي تشوف اذا جاي لها مع الريكوست الكونتكست اللي احنا كاتبينه هنا. الكونتكست ده فيه بوستس، والبوستس اصلا فيه بوستس موجودة يظهر لي حاجة. فدي بنعملها ازاي؟ يعني اعمل if posts إذا في أصلا posts موجودة، ولازم نقفل الإف. دي طريقة الكتابة جوه التمبلتس. طيب لو عندي posts بقى، إيه اللي يعمله في البوستس ده؟ تعالى خد كل بوست for post in posts، ولازم نقفل for قبل ما نكتب أي حاجة عشان ما ننساش. and for لما باجي استدعي بقى بيانات بكتبها كده بين قوسين. وخلينا نشوف المودلز، احنا كنا عاملين ايه في البوستس. في عندنا تايتل، وفي عندنا اوثر، وفي عندنا كونتنت. تعالوا نستدعي التلاتة دولت. يبقى انا هكتب بوست دوت تايتل عشان يجيب لي التايتل بتاعه. بوست دوت اوثر بوست دوت كان اسمها كونتنت. يبقى انا كده عملت ايه؟ انا سألته اذا عندك بوستس رجع لي ده. ماشي. طيب اذا ما عندوش بوست، يعني اذا طلع ده مش موجود، بنعمل else ويكتب لي no posts found. اوكي. طيب اذا عندك بوست، لكل بوست من البوستس اللي جايين انا عاوز يظهر لي البوست تايتل، بوست اوثر، البوست كونتنت. البوست دي اللي هي دي. طبعا مفيش اي تنسيق في الصفحة دي، بس خلينا نروح ونجرب الموقع بتاعنا. عندنا هنا شغال السيرفر، احنا كنا مسمينها ليست. ظهرت عندنا هنا الصفحة مكتوب فوتبول وورلد كاب. علي ده التايتل، ده الاوثر، وده الكونتنت. خلينا نعمل بس بي ار هنا علشان تبقى تظهر في صفوف. بالظبط. طيب خلينا نعدل كمان حاجة بسيطة هنا. أنا ممكن أكتب هنا التايتل وهنا باي، وهنا نكتب البوست نفسه. دي كتابة أنا كاتبها بإيدي، دي مش بيانات.
انما اللي جوه الاقواس ديت هو ده البيانات اللي بتيجي من الداتابيز. فظهر لي كده الموضوع دوت. خلينا نعمل حاجة دلوقتي كمان مهمة، وأنا عندي الناف بار ده مفيش فيه حاجة عن الكورسز. خلينا نضيف بوتون هنا ونسميه كورسز ونربطه بالصفحة دي زي ما اتعلمنا قبل كده علشان يسهل علينا الانتقال ليه. هنروح للبيز. أنا عندي فيه هنا about us ده في الفوتر. أنا عاوز الناف بار، هاخد ده أعمل له كوبي علشان ما نكتبش كل ده. أنا أضيفه، بس أنا عاوز يبقى هنا البوست ليست زي ما احنا كنا مسمينها هناك، وهنا كورسز. ظهرت عندي كورسز وبيجي يفتح لي الصفحة دي. لو رحنا للهوم وعملنا كورسز وصلنا للصفحة دي. ممتاز كده، ممتاز. خليني بس أضيف، أنا كانت التمبلت موجودة بالسي اس اس بتاعها في صفحة البوست، هنقلها لأن احنا متفقين إن احنا بس بنركز على شغل جانجو مش على ال HTML. هنقلها وخلينا نشوفها مع بعض. وهي دي صفحة الليست بعد ما نقلت أنا التنسيق اللي كان معمول. فبقى عندنا يظهر هنا الصورة بتاعت البوست، العنوان، الأوثر، وهنا برضو الكونتنت، نفس اللي احنا كنا بنعمله بس هنا يعني يتضاف شوية تنسيق. طيب دلوقتي أنا عاوز أعمل حاجة تانية مهمة أوي. أنا مش عاوز أستدعي كل البوستس. خلينا نشوف في قاعدة البيانات تاني كنا بنعمل إيه. في عندنا هنا المودلز. أنا كان عندي البوست في حاجة اسمها الستيتس، وكنا بنعمل الديفولت بتاعها درافت، وفي عندي اختيار تاني اللي هو published. طيب أنا دلوقتي published دي مكتوبة غلط، مش مشكلة. دلوقتي أنا عاوز أستدعي بس البوستس اللي هي published، اللي أنا مختارها إنها تبقى published. أعمل ده إزاي؟ باجي على الفيوز، وبدل ما استدعي كل البوستس وبعمل اول، بعمل فانكشن تانية اسمها فلتر، وباجي هنا اكتب ان الستاتس تساوي published. تمام، يبقى انا كده هستدعي بس الحاجات اللي معمول لها published. خلينا نشوف هل دلوقتي ظهر لي no posts available. ليه بقى؟ اكيد البوست ده معمول ان هو درافت. خلينا نشوف هناك تاني. يبقى انا كده عندي مفيش حاجة. خلينا ندخل الادمن ونشوف البوست ده كان عامل ايه. فوتبول وورلد كاب كان معمول ان الستيتس درافت. طب لو غيرتها الببلشد وعملنا سيف، تمام، خلينا نروح الفيو سايت تاني ونروح لكورسز، ودلوقتي ظهر. يبقى انا كده عملت فلتر انا عاوز اظهر ايه بالظبط. يلا اشوفكم الفيديو اللي جاي ونتعلم حاجة جديدة. سلام.